الآن الكلمة ستكون لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان. Bueno, yo sé que es un día أنا أعرف جيدا بأنه يوم استثنائي للجميع، وأنا سعيد جدا، وهذا هو الأهم كما قال السيد الرئيس. أنا سعيد جدا بالعودة إلى بيتي، وبعد ذلك سيكون هنالك دور للأسئلة، ولكن ليس لدي ما أقوله بطبيعة الحال. أنا سعيد جدا بالعودة إلى هنا، وما أرغب فيه هو أن أعمل من جديد وأن أحاول أن أساعد الفريق على العودة إلى ما عهدناه دائما، إلى المكان الذي يستحقه. والآن بالنسبة لي هو أن أبدأ غدا في العمل، هذا كل شيء. الآن بعد ذلك زين الدين زيدان سيجاوب على أسئلة الصحفيين. سنبدأ الآن دور الأسئلة لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد. مساء الخير ألفونسو، تلفزيون ريال مدريد. ما هي مشاعرك بعد العودة إلى ريال مدريد إلى بيتك؟ حسنا، مشاعري هي مشاعر إيجابية، وأنا سعيد جدا بالعودة إلى هنا، وأنا لم أذهب بعيدا على كل حال. لقد وصلت الآن إلى هنا وأنا سعيد جدا، في الحقيقة سعيد جدا ومسرور بالعودة للعمل في هذا النادي الكبير ومع هذا الفريق الرائع. خوسيه لويس سانشيز لا سيستا، ما الذي تغير في زيدان من الأول من يونيو عندما قرر أن يرحل عن ريال مدريد، وعن 11 من مارس عندما قرر العودة؟ وهل تعتقد بأن هذا الفريق يحتاج إلى تغيير وإعادة بناء؟ لقد رحلت عن النادي لأنني كنت أحتاج إلى فترة من أجل الراحة بالنسبة لي، والآن أنا مدرب ريال مدريد والنادي يحتاج بطبيعة الحال، الفريق يحتاج إلى تغيير، هذا صحيح، بعد الفوز بكل شيء، ليس فقط مع، ولكن قبل أن آتي إلى هذا النادي فاز بالعديد من الألقاب وهذا هو تاريخه، والآن ربما حان وقت التغيير لبعض الأمور وما يجب أن أقوم به. لماذا قررت أن أعود؟ هذا لأن الرئيس اتصل بي، وأنا وبما أنني أعشق كثيرا وأحب كثيرا هذا النادي والسيد رئيس، إذن عدت من جديد، والأهم بالنسبة لي هو ذلك. هو بعد 8 أشهر لدي رغبة جمة من أجل العودة من جديد للتدريب، ولكن كما قلت بعد نهاية الموسم الماضي ما كان علي أن أفعله هو أن أتخذ ذلك القرار من أجل الصالح العام، وكان من الضروري أن يكون هنالك تغيير، وهذا ما حدث. ماذا يعني بالنسبة لك بأنك من أفضل الصفقات والتعاقد معك كمدرب وكلاعب؟ ما هو، كيف يمكن أن تخوض هذا التحدي بأن يتعاقد معك السيد الرئيس للمرة الثالثة؟ هي مسؤولية كبيرة بطبيعة الحال، لأنني عندما أنظر هنا على سبيل المثال في هذه القاعة، عندما أرى وجوه اللاعبين والأشخاص الذين موجودون هنا في هذه القاعة هم يعشقون هذا النادي، وأنا شخص آخر أعشق هذا النادي وأعشق كرة القدم، ولعبت من أجل هذا الشعار ومن أجل هذا القميص وحققت العديد من الألقاب، ولكن أنا شخص آخر يعشق هذا النادي.
وما أريده الآن هو أنني لا يمكن أن أنسى ما فزنا به، ولكن لا يمكن أن أنسى أيضا كي الأمور السيئة التي قمت بها ربما أو التي فعلناها جميعا في العام الماضي. لقد خسرنا الدوري وخسرنا الكأس. صحيح فزنا بدوري الأبطال في الموسم الماضي، ولكننا ندرك جيدا أين نتواجد، وأنا أعرف أين أتواجد، وهذه هي الحياة. في بعض الأحيان يكون هنالك لحظات طيبة وأحيانا لحظات صعبة، ولكن طموحي وما هو في داخلي لهذا النادي لن يقدر أحد على أن ينزعه. الشغف والطموح في الرغبة في العودة في التدريب لن يقدر أحد على نزع هذا من داخلي. إذن أنا عدت من جديد كي أساعد الفريق على العودة إلى الطريق الصحيح. أريد أن أسألك، هل كان من الصعب إقناعك بالعودة من جديد؟ وهل فعلت ذلك من أجل الرئيس عندما قررت أن تغادر هذا النادي؟ هل لديك سلطات أكبر في هذه الفترة عن الفترة الماضية؟ الأمر الوحيد بالنسبة لي هو أننا سنغير أمورا بطبيعة الحال في هذا الفريق. علينا أن نغير بعض الأمور من أجل الموسم القادم، ولكن في الوقت الراهن الأهم هو أنني عدت ولدينا متسع من الوقت كي نغير ونتحدث مع السيد الرئيس ومع النادي من أجل التغييرات القادمة. ولكن في يومنا هذا لن نتطرق إلى ذلك. ما ينقصنا الآن هو أننا سنخوض 11 مباراة، وعلينا أن ننهي هذا الموسم على أفضل صورة. هنا لأن السيد الرئيس هاتفني وطلب مني أن أكون موجودا في هذا النادي، وكما أسلفت أنا أعشق هذا النادي، لذا فأنا هنا موجود. Buenas tardes. مساء الخير. Frédéric Hermel, una pregunta para el equipo RMC Sport. السؤال الذي أود أن أطرحه عليك هو كيف هي حالتك البدنية؟ نعرف أنك أنهيت الموسم وأنت في حالة ذهنية منهكة. أود أن أعرف ما الذي تغير فيك منذ أن قررت أن ترحل عن النادي وتعود من جديد؟ حسنا، سأكرر مرة أخرى ما قلته. أريد أن أكون واضحا فيما أقول. بالنسبة لي عندما غادرت هذا النادي كان ذلك أمرا ملحا بالنسبة لي، وأظن أن غرفة الملابس واللاعبون كانوا يحتاجون إلى هذا التغيير. لم يكن الأمر بأن ذلك لم يعجبني حالة الفريق، ولكنني كنت أفكر وكنت أعتقد أنه بعد عامين ونصف من التتويج بكل الألقاب تقريبا كان لابد من التغيير. وأعرف جدا بأننا فزنا بدور الأبطال، ولكنني أعرف أيضا ما حدث خلال الموسم الماضي من بعض الإخفاقات. أعرف جيدا كيف هو هذا النادي، والأمور ليست بالسهولة في هذا النادي، وأعتقد أن هذا كان القرار الأنسب بالنسبة لي. والآن القرار هو العودة من جديد، وهذا ما حدث. كان هنالك عروض من العديد من الأندية، ولكنني لم أرغب في الذهاب إلى أي نادي، رغبت فقط أن أعود إلى ريال مدريد. والآن علينا أن نفكر كيف ننهي هذا الموسم ونستعد من أجل الموسم القادم، وهذا سيحدث بداية من الغد. تهنينا على العودة من جديد زيزو، وأريد أن أسألك ما هو الذي فكرت فيه عندما ماذا فكرت أو ما الذي جال بخاطرك عندما استقبلت مكالمة السيد الرئيس؟ نرغب في أن نعرف مشاعرك بعد استقبال هذه المكالمة، العودة بطبيعة الحال. وها أنا هنا. Hola, mister, muy buenas. Antonio Romero de la cadena SER. أنطونيو رومينو كادينا سير. عطفا على ما سأله زميلي في الراديو ماركا، سمعنا في الساعات الأخيرة بعد المكالمة الأولى من السيد الرئيس بأن كان هنالك بعض الشكوك بالنسبة لك فيما يخص العودة. أرغب في أن أسأل، هل كان لديك بعض الشكوك في العودة الآن أم كنت تنتظر نهاية الموسم؟ حسنا، عندما أسمع كل ما يقال
لا أعرف إذا كنت تعرف ذلك أيضا، ولكن أنا لم أرغب في الخروج من أجل الكلام فقط. لقد رحلت عن هذا النادي منذ 9 أشهر ولم أقم بعمل أي مقابلة صحفية. إذن ما يمكن أن أقوله لك هو أن عندما هاتفني السيد الرئيس فلورنتينو بيريز هو أنني لم أقدر أن أقول لا لرئيس النادي. لا أستطيع أن أرفض طلب رئيس النادي بعد ما حدث. هو يعرف بطبيعة الحال ماذا يحدث للاعبين وللمدربين وما هو يجول في خاطر أي شخص عندما تتوج بعدد كبير من الألقاب. من الطبيعي أن يحدث لحظة من هبوط المستوى. في هذا العام حدث ذلك وأنا كنت في الخارج، ولكنني أيضا من الداخل كنت أعاني عندما أرى لاعبيني وهم يعانون ولم ينجحون في حصد أي لقب. لم أكن سعيدا بالطريقة التي صارت بها الأمور. كنت أول من يشعر بهذا الشعور، ولكنني كنت المدرب في الموسم الماضي وحدث نفس الأمر معي. ولكن ما يجب علينا أن نفعله الآن والأولوية هو أن نرى كيف سنخوض بقية المباريات في الدوري ونستعد للأعوام القادمة، وهذا هو الأهم. خوان فيسان تشيرينغيتو. في الموسم الماضي كان هنالك رحيلان صعبان، رحيل كريستيانو رونالدو ورحيلك عن النادي. أود أن أسأل إذا كنت ترغب في أن يعود كريستيانو رونالدو من جديد إلى النادي. ليس هذا هو الأمر الآن. حاليا نحن نفكر في خوض 11 مباراة، سنفكر في ذلك وبعد ذلك سنفكر في الأعوام القادمة. ولكن كريستيانو رونالدو رحل عن هذا الفريق والجميع يعرف ذلك ويعرف تاريخ هذا النادي، ولن يقدر أحد على أن يغير التاريخ. لقد كان من أفضل اللاعبين في تاريخ هذا النادي، ولكن ليس هذا ما يجب أن نتحدث عنه الآن. Buenas tardes, mister. Buenas Torrejón, en directo para Vamos de Movistar Plus. Me imagino, usted siempre ha sido un optimista en la... أتخيل بأنك دائما ما كنت أو أتذكر دائما ما أنك كنت متفائل وتظهر تفاؤل كبير. وقال السيد الرئيس بأنك لا يمكن أن تتكرر، ولكن هل تعتقد أن ما تحقق من الممكن أن يتكرر في المستقبل أم من المستحيل؟ تاريخ هذا النادي بطبيعة الحال لن يقدر أحد على أن يغيره، والجميع يدرك ذلك. وأنا سعيد جدا بأن أكون جزءا من هذا النادي الكبير. وما يجب أن أقوم به حاليا هو أن نفكر في مباراة السبت. لدينا 4 أيام فقط من أجل الاستعداد لهذه المباراة، وعلينا أن نعود من جديد وأن نعود مع اللاعبين وأن نستعد لمباراة يوم السبت. Buenas tardes, Jean Decode. Una pregunta para la agencia France Press. مرحبا بك زيدان من جديد. ما هو الأمر الذي حفزك من أجل العودة من جديد؟ وهل كان ذلك بمثابة مخاطرة كبيرة عندما يقارن ما حققته في 2 ونصف وما يمكن أن تحققه؟ هل يمكن أن تترك انطباعا مخالفا لما حققته في الماضي؟ في الحقيقة أنا لا أفكر في ذلك. أنا لا أفكر في ذلك، وإذا فكرت في ذلك لما كنت موجود هنا. لم أفكر أبدا بهذه الطريقة، وقلبي قال لي بأنني استرحت ل9 شهور، ورئيس نادي ريال مدريد هاتفني ولدي رغبة جمة في العودة لهذا النادي. هذا كل شيء. الرغبة هو الأهم بالنسبة لي. الرغبة هي التي جعلتني آتي إلى هذا النادي. وربما منذ 4 أشهر لما كان الأمر كذلك، ولكن في الوقت الحالي كان لدي رغبة في العودة من جديد، لأنها ربما هي اللحظة المناسبة وفرصة مناسبة من أجل العودة من جديد. وكل هذا في نهاية المطاف يعتمد على رغبتي.
مرحبا بك أوندا سيرو. بالنسبة للشخص وهو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز وتوج بلقب دوري الأبطال 3 مرات طواليا، ألم يكن من الأفضل أن تتولى هذا المشروع منذ بداية الموسم؟ هل كان لديك بعض الشكوك وكيف كانت رحيلك؟ وهل أنا أخطئ بأنك كان لديك بعض الشكوك؟ أنت مخطئ في الحقيقة، لم يصورني أي شك عندما رحلت عن هذا النادي، وها أنا عدت ولكن عندما رحلت عن الفريق كان ذلك بالنسبة لي القرار الأفضل لصالح الجميع وليس فقط لي. في 31 من مايو قلت بأنك لا ترى بأنك من الممكن أن تستمر في الفوز، وقلت إذا وجدت أن الأمور غير واضحة من الأفضل أن أتخذ قرار الرحيل. ما الذي رأيته خلال 9 أشهر كي تتضح لك الأمور بأن الفريق من الممكن أن يفوز؟ من قال لك ذلك؟ ما قلته الآن؟ من قال لك ذلك؟ ما نفتقر إليه الآن هو 11 مباراة، وسنحاول أن ننهي الموسم على أفضل حال، وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث في الموسم الماضي. ما أود أن أقوله هو مسألة نهم، مسألة شغف، بأن الفريق كان يحتاج إلى أن يعرف الحالة التي يمر بها. ما كان يحتاج إليه الفريق هو تغيير بعد الحقبة التي ذكرتها بعد الفوز، وليس فقط معي ولكن بعد التتويج بكل الألقاب ولكل اللاعبين خلال 7 أو 6 سنوات. أظن أن الفريق كان يحتاج إلى تغيير، ولكن أكرر مرة أخرى هذا هو كل شيء. أنا أقول ما أفكر فيه وما فكرت فيه عندما غادرت هذا النادي في تلك الحقبة. الآن الأمر مختلف، لقد مر 9 أشهر. إذن جاءت بعد ذلك مكالمة النادي. خايم رودريغو الموندو، خلال هذه الأشهر ما الذي فعلته؟ هل كان ذلك مناسبا من أجل شحن طاقتك من جديد؟ وهل 9 أشهر كانوا كافيين من أجل أن تعود المشروع بطاقة أكثر؟ هذا صحيح، هذا ما كنت أحتاج إليه. 9 أشهر في مدريد، كنت موجود في مدريد، كنت أقوم بأموري الخاصة وأشحن طاقتي من جديد، والآن أنا جاهز مرة أخرى من أجل خوض هذا التحدي وأقوم بدوري كمدرب لريال مدريد، وأحاول مرة أخرى أن أقدم ما يمكن أقدمه مع هذا النادي الكبير الذي أعشقه كثيرا. وربما لا يعجب ذلك بعض الأشخاص، لأن هذا الأمر وارد أيضا. سيرخيو بالنتين، أود أن أعرف من سيكون معك في الطاقم الفني المساعد وأن المدرب المساعد. نفس الفريق، نفس الطاقم الفني سيكون هو الذي سيساعدني في إدارة الفريق. لا أعرف إذا تابعت الفريق في الأسابيع الأخيرة ومباريات الفريق. ما الذي تعتقد أنه يجب تغييره أولا؟ ما هي الأولوية بالنسبة لهذا الفريق من أجل مباراة السبت القادم؟ وما الذي يجب أن تقوم به بدءا من الغد؟ ما أريد أن أقوم به هو أن أكون مع اللاعبين وأن أتحدث معهم. لقد تابعت الفريق طوال الموسم وكنت موجودا أيضا في الملعب، وأعتقد أن اللاعبين هم أول من يعرف بأنه كان عاما صعبا، ولكن ليس من السهل أن تفوز دائما، وأنتم تعرفون أيضا أن هذه هي كرة القدم. في بعض الأحيان يجب أن تتقبل التغيير، لأنك عندما تصل إلى القمة يجب من وقت لآخر أن تعرف أنه من الطبيعي أن يحدث لك بعض الأمور السيئة، وهذا ما حدث للفريق. ربما عانى الفريق في بعض اللحظات، والفريق
خاض مثل هذه اللحظات في أوقات ماضية، وربما يبدو ذلك صعبا، ولكن الأولوية بالنسبة لي هو أن أكون مع اللاعبين وأن أتحدث معهم وأن أعمل معهم وأن نحاول أن نعيد من جديد الروح التنافسية للجميع. لقد قلت بأنك قضيت 9 أشهر في مدريد. أود أن أعرف ما الذي كان يفكر فيه الناس بالقرب، ما الذي قاله لك الناس في الشارع المقربون منك حول الفريق وحول ما يحدث. لقد تحدثوا عن أمور عديدة، لا أعرف ماذا يمكن أن أقول. لقد تحدثوا عن كل شيء. البعض كان يشكرني عما فعلته للنادي، ولكن كان هنالك بعض الأمور والظروف الصعبة، ولا أظن بأن كل الأمور معي كانت جيدة أيضا. مساء الخير. العودة من جديد إلى هذا النادي الذي فاز بكل شيء، أود أن أعرف ما الذي تشعر به فيما يقال حاليا، وهل هو تحد كبير بالنسبة لك؟ بطبيعة الحال هو تحد كبير، ليس فقط لأن هذه هي المرة الثانية التي أعود فيها كمدرب، ولكن لأننا فزنا بالعديد من الألقاب. ولكن أنا لا أفكر في ذلك، أنا لا أفكر في الماضي، لأنني إذا كنت فكرت في ذلك لما كنت عدت من جديد إلى هنا. الآن علينا أن نفكر فيما هو قادم. علينا أن نفكر في مستقبل هذا النادي. كان لدي رغبة كبيرة من أجل العودة من جديد إلى هذا النادي وتولي مسؤولية هذا المشروع في الحقبة الثانية. أعرف أنه تحدي كبير، ولكن لدي رغبة كبيرة من أجل خوض هذا التحدي، لدي رغبة كبيرة من أجل العودة للتدريب. لقد تحدثت بأنك ارتكبت بعض الأخطاء، وهذا نقد ذاتي إيجابي من أجل الوصول إلى الامتياز. ما الذي فعلته سيئا؟ أنا العديد من الأمور التي قمت بها بصورة سيئة، ولكن كمدرب الموسم الماضي فزنا فقط بدوري الأبطال، هذا جيد، ولكن الخروج من الكأس كان صعبا، وعدم الفوز بلقب الدوري كان ذلك أيضا سيئا، وأنا كنت المسؤول عن ذلك، وأنا كنت المدرب في ذلك الوقت. لذا لن ألوم أي شخص ولن ألقي باللوم على أي شخص. المدربون الذين جاءوا إلى هنا سواء كان لوبيتيغي أو سولاري أظن أنهما قدم ما يجب أن ما يحتاجه هذا الفريق، وكان يسعيان للأفضل من أجل هذا النادي، وبعد ذلك رحل عن الفريق، وأنا لن أتحدث عن ذلك الآن، ولكن ما يجب علينا أن نتطلع إليه الآن هو إلى المستقبل وإلى الفوز بكل شيء. ولكن أولا علي أن أتحدث مع اللاعبين. لقد قلت من قبل بأنك عندما رحلت أنك اتخذت قرارا شخصيا، والآن يبدو أن كل جمهور ريال مدريد سعيد بعودتك، ولكن هل تشعر بأنه من الممكن أن يكون هنالك بعض الجماهير التي شعرت بالغضب عندما رحلت بهذه الطريقة المفاجئة؟ هذا صحيح، هذا صحيح، ولهذا قلت أنه أمر طبيعي أن يقرر وأن يقول كل شخص رأيه، ولكن من الأهم أن يقول كل شخص ما يشعر به وما يحسه في هذه اللحظات. ما كنت أشعر به عندما رحلت على النادي هو أن أتخذ هذا القرار، ولكن عندما تتخذ قرارا صعبا مثل هذا القرار لا يجب أن تنظر فقط إليك، بل عليك أيضا أن تنظر إلى العديد من الأمور. في هذا النادي هنالك العديد من الأشياء التي تجبرك على أن تفكر فيها قبل أن تتخذ أي قرار، وكان علي أن أفكر
في العديد من الأمور قبل هذا القرار. أن تدرب ريال مدريد هو أمر رائع جدا بدون أدنى شك، وأنت وأنا يمكن أن أقول ذلك لأننا عشت كيف يمكن أن أكون مدربا ريال مدريد وكيف يمكن أن أبتعد عن ريال مدريد، والآن أنا عدت من جديد. لا أعرف إذا كان لاحت لك الفرصة للتحدث مع سيرخيو راموس، وهل تحدثت معه وما هي أهمية المباريات القادمة في الدوري فيما يخص مسألة التعاقدات ومسألة الراحلين عن الفريق في الموسم القادم. أنا لن أتحدث عن ذلك الآن. اليوم أنا عدت من جديد كي أكون مدربا لريال مدريد لأنهم منحوني فرصة العودة مجددا. وفيما يخص المستقبل البعيد أقصد سنرى ماذا سيحدث، ولكن كما قلت الأهم هو 11 مباراة القادمة في الدوري، وعلينا أن ننهي على أفضل صورة ممكنة. هذا هو الأهم بالنسبة لي، هو أن نعيش اليوم بيومه ومباراة السبت القادم. مرحبا بك. عندما عدت من جديد إلى الفريق، إسكو لا يمر بأفضل حالاته، ومارسيلو أيضا يعيش وضعية صعبة، أيضا هذا يعني أنك أمام 3 مشاكل. كيف ستعمل مع ذلك؟ هل هي فرصة جديدة من أجل تعديل الوضعية؟ أنا عدت واللاعبون الموجودون هنا فازوا بالعديد من الألقاب. أنا لن أتحدث فيما حدث بين شخص وآخر، بين لاعب ومدرب. هذه الأمور لا تهمني. ما يهمني هو أن أعود من جديد للعمل معهم وأن نؤدي العمل على أفضل حالة يوم السبت القادم. مساء الخير أنطوان لابريسيان. لقد رحلت عن الفريق في مايو لأنك كنت تشعر بأن هنالك أمر يجب أن يتغير، ولكنك عدت اليوم من جديد. مقارنة بالعام الماضي لقد خسر الفريق كريستيانو رونالدو الذي كان يسجل أكثر من 50 هدف في الموسم. لا أعرف إذا كنت تفكر في لاعب يمكن أن يخلف كريستيانو رونالدو، أو هل تحدثت عن تعاقدات أو عن لاعب يمكن أن يؤدي دور كريستيانو رونالدو. أنا لا أفكر في ذلك الآن. أنا أفكر بأن هذا اليوم هو يوم مهم، يوم استثنائي، وأنا سعيد جدا بالعودة إلى النادي، وأفكر بكل صراحة في المباريات القادمة في الدوري. وبعد ذلك لدينا متسع من الوقت كي نرى ماذا يمكن أن نقوم به مع الأشخاص المخولين بذلك، وسنرى ماذا يمكن أن يحدث. ولكن ما هو واضح هو أننا سنستعد جيدا للموسم القادم. شكرا جزيلا.